مقر شغلي لغايه البيت لقيت ادم ابني بيقول لي يا بابا انا عايز كتاب دراسات، فبقول له طب خلاص هاته هفكره مثلا كتاب سكه مثلا 50 جنيه، 45 جنيه، كده. لقيته بيقول لي يا بابا انت عارف الكتاب بكام؟ فبقول له بكام يا ادم؟ بيقول لي ب 180 جنيه. ب 180 جنيه. انا حاسس بالكلام. رجعت تاني الكلام لصاحب اللي الشغل. بيقوله استاذ كريم يا جماعه كلام والله والله كبير رجعت جدا. شوف لصاحب يعني ولي امر بيقول لك انا اشتغلت 12 اجره ساعة. يوم واكتر عشان اجيب كتاب. طب هو محتاج كام كتاب ومحتاج كام كراسه ومحتاج كام قلم ومحتاج كام درس؟ لا الموضوع كبير. اكيد موضوع كبير، كبير. اكيد مش قليل. بقول لك والله انا رجعت تاني لصاحب الشغل مقر تمام. شغل تاني عشان استلف فلوس من اليوميه بتاع بكره بتاع تاني يوم عشان اكمل واجيب واصلة. الكتاب. طب ايه رأي حضرتك بقى في قرارات الوزير محمد عبد اللطيف بإلغاء وتحويل بعض المواد لمواد نجاح ورسوب وما تضافش للمجموع؟ والله هو كتر خيره، بس هو يعني ربنا يزيده زيادة. نزل كتير من علينا، نزل كتير من على كتافنا. يعني شوف انا لو ابني كان بياخد مثلا 8 مواد ولا 9 مواد، دلوقتي مثلا بقى 5 مواد ولا بتاع. والله حاجة كويسة برضه، بدل ما كنا ندفع. لسه بكلم حضرتك في الكتاب الواحد الخارجي ب 180 جنيه. يعني انا ده لو المادة هجيب واحدة انا لمادة واحدة. لو هجيب 5 كتب ولا 8 كتب زي الاول، طب اجيب منين؟ اشتغل، ممكن اشتغل حوالي بتاع شهرين 3 ببلاش.